مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا الف سلام عليكم كلكم، لان اكيد كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي هو عنده دور برد. احب ابشرك ان ده مش دور برد طبيعي، ده دور برد من المروحه. المهم، صديقي اللي بيتضرب دلوقتي او اللي لسه متعرض للضرب حالا، اقول لك تعمل ايه عشان تعرف تاخد حقك او تعمل محضر ضرب مظبوط. بص يا سيدي، اول حاجه هعملها هتوجه الى اسم الشرطه اللي حصل فيه الواقعه عشان اعمل محضر ضرب. وانا بعمل المحضر بتاعي اركز على كذا حاجه. لو اللي بيضربني شخص واحد، احدد الشخص واحدد الاصابه. لو اللي بيضربني اكتر من شخص، احدد دور كل شخص فيهم واحدد الاداه المستخدمه اللي ضربني بيها. هتطلع على المستشفى علشان تتعرض وتعمل التقرير الطبي. خلي بالك وحضرتك بتعمل التقرير الطبي اوعى تفتري فيه او اوعى تزود الاصابات، لان الدكتور في كلا الحالات هيكتب اللي هو شايفه قدامه. التقرير الطبي هياخد رقم احوال وهيرسل الى اسم الشرطه اللي حضرتك عامل فيه المحضر. بعد ما يرسل الى اسم الشرطه اللي انت عامل فيه المحضر، هيقيد برقم قضائي وهياخد رقم جنح، وبعد كده هيرسل للنيابه العامه لاتخاذ شؤونها. في النهايه، يا ريت تكون انت عرفت تاخد حقك وعملت محضر صح. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.